السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بالجميع في قناه امينه دي زاد. اليوم عندنا الوصفه تاع الكارنطيطه او الكارن كما يقولوها في بعض المناطق. كما راكم تشوفوا عندي كاس او عبر، درت كاس تاع فرينه تاع الحمص وزدت نص، يعني عبر ونص تاع فرينه تاع الحمص. زدت له نفس العبر، عبر واحد اللي هو نتاع حليب يكون دافي ماشي سخون دافي، وعندي كذلك حبه بيض، وعندي هنايا كاس تاع لاتاي نتاع زيت، وعندي بطبيعه الحال عندي الملح حسب الرغبه، وقرصه نتاع كمون. ما تكثرولهاش الكمون راح تجيكم مره. ونبداو نخلطوا حتى يتجانسوا هذه المكونات كما راكم تشوفوا. ما تنساوش البنات الاشتراك اللي زارونا الاول مره في القناه، اشتراك في القناه وجيم للفيديو. راكم تشوفوا هنايا كيف رانا نخلطوا في المكونات. الان نضيف الكاس الاول نتاع الماء، الكاس الثاني، والكاس الثالث، وعندي الرابع. معناتها درت عبر تاع حليب وربعة عبارات نتاع ماء. كيما تقدروا تستغناو على الحليب وديروهم في 5 ماء، لكن انا حبيت نستعمل معاها الحليب، راح تجي كريميه وتجي بينه بزاف بزاف. هنا رانا نخلطوا فيها مليح مليح، نخلطوا حتى دير لنا هذا الراو. من اهم اسباب نجاح الكارنطيطه هذه العمليه هي نخلطوها. حبيتي تخلطيها بالميكسور ماشي مشكل، حبيتي غير بالفوي عادي. راكم تشوفوا هنايا في الرغوه كيفاش راهي تخرج. بعدها فرغناها في السنيوه، كنت دهنتها. وما تنساوش بيان سور تشعلوا الفور مقبل. هنا حطيتها وشوي شوي نجي نحرك كما راكم تشوفوا. هذه العمليه كذلك مهمه جدا، نحركوها هكذا باش تجيكم كريميه وراح تطيب لكم. صافي غير تبدا تثقل حبسوا ما تحركوش وخلوها تطيب. راكم تشوفوا هنا فقاعات ولاو يطلعوا كما راكاك تشوفوا راهي ثقالت ولاو يطلعوا لنا هذوك الفقاعات. غير يحبسوا عرفوا باللي الكارنطيطه تاعنا وجدت من التحت وراهي ناشفه. الوغ نشعلوا لها من الفوق كما راكم تشوفوا في العمليه. راهي هنا شعلت لها من الفوق. شوفوا كيفاش حمارت، الله الله راهي تشاهي. يعني راهي وجدت هنايا الكارنطيطه تاعنا. نرشها بالكمون من الفوق هكا سخونه كما راهي، نرشوها بالكمون ونغطوها. لازم تغطيها هكذا باه ما تيبسكش ولا ديرلك هذيك القشره اللي من الفوق. غطيها فمفم هكذاك سخونه، يعني تبقى لوميديتي هذيك تهبط ليها لتحت وتخليها لنا طريه. ونقدموها بيان سور كيما حبيتو على حسب الاذواق، هريسه ولا اللي ما يحبش الهريسه ياكلها هكذا بالخبز. هنا شوفوا كيفاش خرجت هايله طريه شابه ماشي ناشفه وماشي جاريه، طابت في قداها وكريميه تهبل. هنايا صراحه دخلتها في المنيو تاعي كل سمانه تكون واجده عندنا هاد الكارنطيطه، وبنفس الوصفه عندي بزاف ملي راني معتمدتها لانها ناجحه ومن في الدار عجبتهم بزاف بزاف. نديروا الرشه تاعنا تاع الكمون وشاهيتكم في الجنه يا البنات. وما تنساوش تجربوها وراح تنجح لكم 100%. صدقوني تبعوا الطريقه والمقادير الصح كامل في المقادير. ان شاء الله تكون عجبتكم هذا الوصفه، وصدقوني راح تنجح لكم من اول مره راح تخدموا بها. مع السلامه البنات، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد.